تعالوا بسرعة شوفوا الجمال ده. بصوا الجمال، شوكولاتة بجد جميلة جدا وبطريقة سهلة وبسيطة. دي حلوى الأوريو السويسرية، جميلة جدا بطريقة بسيطة جدا ومش بتاخد وقت خالص وانتي بتحضريها وبتعمليها. انا معايا 2 من الأوريو، اللي هو الكبير مش الصغير. تمام. وكوباية من اللبن البودر، و3/4 كوباية من المية، وشوكولاتة دارك. يعني دي بقى على حسب بقى هتاخد مننا قد ايه، يعني احنا علشان نغلف بيها. دول حوالي 200 جرام. تمام. فهنحط اول حاجة اللبن البودر وعليه المية، وهنحطه على النار بقى ونشوف بقى هنعمل ايه. هنقعد نقلبه الاول كده على البارد لغاية اما يمتزج ويدوب خالص بالشكل ده. احنا عاوزينه يدوب معانا خالص، ما يبقاش فيه اي كتل فيه خالص. بعد كده نروح بقى على النار، تكون النار هادية، يعني من متوسطة لهادية، ونقلب فيها وما نسيبهاش خالص عشان خاطر ما تعملش كتل معانا. احنا عاوزين نقلب لغاية اما تبدأ انها تعمل معانا خليط عامل زي العجين شوية. فبتحتاج ان انت تقلبي بقى كتير لغاية ما توصلي للقوام اللي احنا عاوزينه من غير ما تسيبيها لحظة. ولازم نقلب ونجيب من الجناب ومن تحت لفوق وكده، عشان خاطر بيبقى اللي تحت عمل كتل واللي فوق لسه. فلازم نقلب كتير وما نسيبش ايدينا خالص عشان ما تتحرقش. وبتبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، بدأت تتقل معايا وبلمها من الجوانب زي ما انتم شايفين كده. هي ما بتاخدش وقت كتير، بسيطة جدا يعني، بس هي بس محتاجة بس ان انتي تكوني مركزة شوية عشان ما تتحرقش منك. انا في الوقت ده بكون كسرت الاوريو بالشكل ده لقطع صغيرة بالشكل ده، وبنزل عليه بقى بالخليط اللي احنا عملناه باللبن البودر. شايفين شكله عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. بقلب كويس مع ضغطة بسيطة جدا عشان انا مش عاوزة البسكوت يدوب، انا عاوزاه يتكسر بس حاجة بسيطة جدا. في النهاية انا بجيب بقى بعد التقليب يعني كويس جدا ويمتزج كويس، بجيب بقى علبة بلاستيك او اي حاجة، طبعا الشكل اللي انت عاوزاه، مدورة مستطيلة زي دي مربعة، اي حاجة اللي موجود ومتوفر عندك. هي بس انا اخترت الشكل ده عشان تبقى مستطيلة معايا. حطيت بقى كيس التخزين زي ما انتم شايفين كده، وحطيت الخليط بتاعنا وبسويه بالسباتولا وبسويه بالمعلقة بأي طريقة، وبغطي عليه كده، وبرضو برجع ان انا بضغط عليه عشان يبقى كله سوا واحد، ما يبقاش فيه حتة عالية عن مكان تاني. بحطها في الفريزر ساعة بس كده او ساعتين عشان تجمد معانا شوية وتبقى سهلة في انها تتقطع بكل سهولة. الكيس كان فايدته ان احنا بنخرجها بكل سهولة من غير اي مشكلة تقف معانا. وبقسمها بقى تقسيم زي ما انتي عاوزاها بالشكل ده، ان انتي تعمليها بالنص زي ما انا عملت، وترجعي تعمليها 4/4 وكل ربع تقسميه براحتك جدا. انا سيحت الشوكولاتة على حمام مائي مع معلقتين زيت، وحطيت كمان بندق، ده اختياري، ده بندق فرمته فرم ناعم خالص، يعني ما كنتش عاوزاه قطع. وبعمل بقى كده طبعا الحلوى بتاعتنا كانت متجمدة شوية، فكان سهلة انها تجمد عليها الشوكولاتة بسرعة جدا يعني. بغطسها في الشوكولاتة وبرجعها احطها على شبكة عشان لو في اي زيادة تنزل وتبقى كلها سوا واحد. تمام. وبتبقى جميلة جدا، انصحك ان انت تجربيها، حاجة حلوة وسناكس جميل قوي للاولاد، تعمليه بجد هيفرحوا بيه جدا. انا ولادي حبوها جدا وبيطلبوها مني دلوقتي كتير قوي. جربيها وهتعجبك جدا، بس ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. اوعي تنسي تشتركي في القناة. ادي بقى كده بقى بعد نص ساعة، انا حطيتها في التلاجة بعدها، بعد ما انا خلصت الكمية كلها حطيتها نص ساعة بس في التلاجة عشان اتأكد انها اتجمدت كويس ومسكت كويس الشوكولاتة فيها. بخرجها بتبقى بالشكل ده، جميلة جدا بجد، واللي اخترعها بجد ده فنان. عايزاكي تجربيها وتقوليلي رأيك في التعليقات عملتيها ازاي، ولو في اي حاجة ياريت تقوليلي عليها وانا هقولك تعملي ايه. جميلة جدا. وتعالوا بقى نشوف بقى شكلها من جوه عامل ازاي كمان. بس انا ما كنتش قادرة اصبر فكان لازم ادوقها،
كانت جميلة جدًا بجد. هاجيب بقى قطعة كده منهم ونقسمها كده ونشوف بقى شكلها من جوّه عامل إزاي. هتعجبِك جدًا، ويا ريت بقى تجربيها وتقولي لي رأيِك فيها، عشان بجد تستاهل التجربة. تحفة بجد، شكلها أصلًا من جوّه وهم بجد. عشاق الشوكولاتة والأوريو بجد هيحبوها جدًا. يالّا بقى لو الفيديو عجبِك ما تنسينيش في اللايك والشير على الفيسبوك، وشكرًا جدًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.